هي النص الحلو في حياته، تظهر الكل يختفي، وبيقولوا عليها توأم أنجلينا جولي. محجبة وملتزمة دينيا، ست بيت شاطرة وبتفرح بنجاحه أكتر منه، عاشت معاه على الحلوة والمرة وبتحاول تعمل اللي يرضيه بأي طريقة. أهلاوية صميمة وبتعشق الكينج محمد منير. أسرار خاصة جدا عن سارة ربيع مرات الفنان مصطفى بصريع. يا ترى إيه هي أبرز أسرار حياتها؟ ليه مختفية عن الأضواء؟ يا ترى إيه موقفها من البنات اللي بتعجب بجوزها؟ كل تفاصيل وأسرار سارة ربيع هقول لكم عليها، بس تابعوا الحكاية للنهاية. سارة ربيع هي النص الحلو في حياة الفنان مصطفى بصريع، أو بمعنى أصح هي المال الحلال بتاعه، لأنها ست ب100 راجل واقفة معاه وقفة جامدة جدا، ومن يوم ما اتجوزته سنة 2017 وهي في ظهره وعايشة معاه على الحلوة والمرة، وياما مر بظروف صعبة سواء مادية أو حتى في الشغل. هي اتجوزته وهو برضه ما كانش لسه لعلع قوي في الوسط الفني أو اتعرف، وكل ده كان على قلبها زي العسل، وتقوله معاك لحد ما تنجح وتتشهر أكتر وأكتر وتبقى من أهم النجوم مش في مصر بس، لا ده في الوطن العربي كله، لحد ما طلتها وعملت قلبان على السوشيال ميديا في فرح الفنان حسني شتا، ومن جمالها الكل اتكلم عنها. سارة ربيع خريجة كلية الآداب قسم إنجليزي، وحريفة بقى في اللغة لدرجة إنها مش بتتابع غير أفلام ومسلسلات أجنبية، بس عملت شيفت كارير وقالت كار التدريس ده مش كاري خالص، واقتحمت عالم الإعلام والصحافة واشتغلت في أكتر من مكان معروف منهم مجلة الكواكب اللي اسمها غني عن التعريف ويرن في أي حتة. وبقت سارة بأسلوبها المميز في الكتابة وشطارتها في الكلام من أهم الصحفيات في القسم الفني. أيوة، ما هي كانت متخصصة في الفن وفنانين كتير عارفينها، وتقريبا كده عرفت مصطفى جوزها عن طريق شغلها. رغم شهرتها سواء في مجال شغلها أو حتى بعد ما اتجوزت فنان معروف والعين كلها عليه، فضلت محافظة على حجابها ولا يمكن تظهر مرة من غيره أو حتى بلبس مش محتشم، حتى البناطيل اللي بتلبسها كلها واسعة. وهي شخصية ملتزمة دينيا، وأغلبية بوستاتها على الفيسبوك آيات قرآنية وأدعية. يا عيني بقى على جمالها اللي محير الناس كلها، كل اللي يشوفها يقول عليها توأم أنجلينا جولي، فولة واتقسمت نصين، نفس الملامح ورشاقتها وحتى الشفايف، سبحان الخلاق. سارة بتعشق الكينج محمد منير وتقريبا مش بتسمع غيره، لأنها بتشير أغانيه هو وبس على حسابها في فيسبوك، وبتحب البحر جدا وأغلب خروجاتها مع صحابها على البحر. وأهلاوية صميمة، ودي الحاجة الوحيدة اللي بتختلف مع مصطفى بصريع فيها لأنه زملكاوي، فتخيلوا بقى لما يبقى ماتش للزمالك مع الأهلي بيعملوا فيه إيه مع بعض. واللي محدش يعرفه إنها ست بيت شاطرة جدا وبتحاول تحافظ على بيتها وتهتم بيه وبجوزها وتعمل اللي يرضيه، لدرجة إنها بعدت عن شغل الصحافة وحتى السوشيال ميديا وقفلت حسابها عليه علشان محدش يوصل لها، بالذات إن مصطفى بيجير عليها من الهوا الطاير ولا يمكن تظهر معاه في أي مكان غير نادر. شكلها كده رجع بقوة الأضواء والشهرة من جديد الأيام اللي جاية، ورجعت فتحت صفحتها على السوشيال ميديا للناس كلها. ومش بس كده، لا ده كمان لبست الفستان اللي على الحبل وعملت مكياج وحضرت معاه فرح الفنان حسني شتا، ودي طبعا كانت مفاجأة كبيرة للجمهور اللي ما كانش مصدق إنها تظهر معاه، وفي فرح كمان مليان صحفيين وكاميرات.